السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان. متابعي أحمد العربي من قناة رؤيا سبورت، قناتكم المفضلة. الملك يتصدر. ألف مبروك للنادي الأهلي تصدره الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن بيراميدز. طبعا كله لعب ماتشاته كاملة، مفيش ماتشات مؤجلة. النادي الأهلي بيتصدر 49 نقطة في المركز الأول، يليه بيراميدز في المركز الثاني 47 نقطة. زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات السابقة، قلت لكم بيراميدز عنده ماتشين مش هيعدي منهم، فاركو والبنك الأهلي، وقد كان والحمد لله سبقنا وصدقنا. بيراميدز مش هيعدي من الماتشين دول، وبيراميدز هيخسر ماتشات تاني. لسه بيراميدز هيخسر ماتشات تاني. النهارده مباراة البنك الأهلي وبيراميدز يعني اعتبرها من وجهة نظري ان هي تاني اقوى مباراة بعد النادي الاهلي والمصري. اداء، روح. انت النهارده متقدم الشوط الاول 2-0، تدخل الشوط الثاني بيراميدز يتعادل 2-2. البنك الاهلي بيجيب هدفين، اهداف والله في الدوري الممتاز النهارده اهداف عالميه، يعني اهداف فعلا عالميه. بسم الله ما شاء الله. الدوري النهارده بياخد منظور تاني. عندك لعيبه، عندك ناس بتعرف تخلص من انصاف فرص. البنك الاهلي نهى على امال بيراميدز يعتبر تماما، نهى على احلام بيراميدز التصدر. هو بيراميدز كان عايز التعادل، كان بيستكفي بالتعادل، فده اللي خلاه اتاخر بهدفين تاني. طبعا في ظل غياب رمضان صبحي والغيابات التانية اللي عنده، بيراميدز ما عندوش روح المنافسة، ما عندوش ان هو هيلعب. ولو بالاداء ده لا، انت هتشوف في البريتوريا صن داونز هيعمل عليك فارق، هيعمل عليك سكور هناك وهنا، هناك وهنا. المرة الثانية مبروك للنادي الأهلي الصدارة على الدوري، صدارة الدوري الممتاز. إن شاء الله الدوري في الجزيرة بإذن الله، كلنا بنتمناها. أحب أوجه الشكر كابتن عماد النحاس على الروح والأداء والإصرار والعزيمة والجرينتا اللي عند اللاعبين. رجع اللاعبين خالص. أدي كلكم شايفين وسام أبو علي، رجع وسام أبو علي بعد ما كان كولر قضى عليه تماما. النهارده اسيست وهدف ملغي، وهدف الثالث عالمي بتاع وسام لا يقل، بل يكاد يكون افضل من هدفين البنك في بيراميدز. بحب برضو دي النهارده النادي الاهلي توجه له هديتين، واحده من فاركو فوزوا 3-2 على البيراميدز، والبنك الاهلي بفوز 4-2 على بيراميدز. بشكرهم، ومش معنى ان انا بشكرهم ان هم لا، هم فازوا عشان يحسنوا موقفهم، هم فازوا عشان الفريق بيلعب، فريق عنده تنظيم. يعني البنك الاهلي من الفرق المنظمه، وماتشاتها قدام الاهلي بتبقى صعبه، وطلعت قبل كده وقلت الكلام ده. البنك الاهلي وسيراميكا وفاركو قدام النادي الاهلي والمصري كلهم بيبقى فرق منظمه. النادي الاهلي اتفوق في الماتش الاخير بتاع المصري ان عماد النحاس رجع هويه الاهلي، هويه وشخصيه النادي الاهلي وقيمه التيشيرت، رجعه تاني للعيبه، عرفهم معنى التيشيرت، قيمه التيشيرت اللي انت لابسه. فزي ما قلت لكم عماد النحاس كل اللي عمله ده النهارده اداره النادي الاهلي، مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي في اجتماعات يكاد يكون ل 24 ساعه في ال 24 ساعه بيناقشوا وبيشوفوا السفاهات بتاعه المدربين الاجانب المعروضه عليهم. السفاهات بتاعه المدربين الاجانب المعروضه عليهم المره دي لازم يختاروا مدرب صح. هو هيتاخر شويه. في ناس بتقول لك الكابتن عماد النحاس يكمل، كابتن عماد النحاس يكمل. انا معاك ان هو يكمل،
بس سكواد النادي الاهلي لسه بقى لما يجي برمضان ويجي تريزيجيه وزيزو يبقى سكواد كبير. سكواد كبير. كابتن عماد النحاس مكمل، بس تقريبا مكمل بنسبه 90% مساعد مدرب باذن الله. اخيرا بنشكر كل اللاعبين. وفعلا لا معلش قبل ما اختم، برضه كان في مباراه الزمالك اللي لعبها تعادل فيها 2-2. ايمن الرمادي متهيألي مش هيستمر. انت النهارده اهداف ما تجيش، اهداف ما تجيش. نادي الزمالك يا جدعان بينهار، وتكرار مرارا وتكرارا قلت الكلام ده وبكرره تاني. نادي الزمالك لازم وانت عملتها قبل كده، انت دافع نص مليار جنيه عشان تفك القيد. فانت مش ازمتك مش ماليه، ازمتك اداريه. ازمه نادي الزمالك اداريه وليس ازمه ماليه. بكررها، ازمه نادي الزمالك اداريه وليس ماليه. وانا من وجهه نظري ميدو ما ينفعش في نادي الزمالك. احمد حسام ميدو كل حياته تصريحات سوشيال ميديا بس فقط لا غير. يعني بيطلع في تصريحات، يعني طلع برضه في القرن قبل كده بيقول لك انا عندي مصطفى شلبي افضل من رمضان صبحي. لا يا كابتن، رمضان صبحي كل الاهلاويه زعلانين منه، وانا كواحد اهلاوي زعلان منه، بس ما اختلفش على مهارته. ورمضان صبحي اضافه قويه لنادي الزمالك. لو جه مفيش مقارنه بينه وبين مصطفى شلبي، مفيش مقارنه بين رمضان صبحي ما بين مصطفى شلبي، لا بطولات لا اداء لا تقييم، لا مفيش طبعا. فكابتن حسام ميدو كل تصريحاته شو اعلامي فقط. والله انا مش مختلف معاه، انا كلاعب كشخص انا بحترمه على الصعيد الاخلاقي، انا بحترمه. بس هو لو سابه من حته السوشيال ميديا دي وركز وفكر في تصريحاته اللي يطلع بيها، لا هيشتغل كويس. يعني ميدو لما اشتغل ايام مستشار مرتضى منصور ما كانش بيطلع اعلاميا كتير. انت النهارده متساب لك السيف الساب زي ما بيقولوا. النادي الزمالك مش مشكله اخسر بطوله، مش مشكله العب في البطوله الافريقيه، مش مشكله اخسر بطوله السنه دي، مش مشكله السنه الجايه ما العبش في البطوله الافريقيه ولا الكونفدراليه. خلاص، بس ابني جيل، ابني فريق. اخبارنا الرياضيه انتهت. بكره مكملين ان شاء الله بفيديو جديد. ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.